الفلوج المنتظر. زي ما ربنا سبحانه وتعالى امر ستنا مريم ان هي تهز بالشجرة او بالنخلة فتتساقط عليها رطبا فتاكل منها وتغذي نفسها، ان هي كانت لسه والدة. فهي كل اللي عملته ان هي بس خبطت كده النخلة فوقع منها تمر، كلت منه وغذت نفسها علشان تغذي سيدنا عيسى عليه السلام. فهي سعت وعملت اللي عليها واللي ربنا امرها بيه. احنا برضو ربنا امرنا بالسعي، ربنا قال اسعى، احنا برضو نسعى ونصبر، والنتيجة دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. استنوا قبل ما نبتدي الفلوج ولا اي حاجة، ايه رأيكم في لفة طرحتي؟ ثواني اعدلها كده من قدام شوية. ايه رأيكم في لفة طرحتي ديت ولا الاسبانيش ولا ايه تاني، ولا اللي هي كانت نازلة كده ولفاها كده حطاها كده زي الحجاج، ولا بتوع ايه، معلمين، زي المعلمين، ولا ايه بالظبط؟ انهي ديت؟ كذا كومنت يجيلي ويقول لي يا رب تداري رقبتك. الحمد لله سمعت كلامكم اهو، داريت رقبتي، عشان تعرفوا بس ان انا بسمع كلامكم. داريت اهو رقبتي، ايه رايكم؟ بس قولوا لي بقى في الكومنت، ما ينفعش ان انتوا كده تعدي الموضوع ده كده سهل. يلا بقى بينا نبتدي الفلوج بتاع النهارده. عارفين ايه اكتر حاجه كانت معطله محتوايا سنين؟ مش الكاميرا، لا شايفاك هناك هتقولي الكاميرا، لا مش الكاميرا، لا، ولا قله الامكانيات، لا، المشكله ان انا كنت مستنيه الظروف المثاليه. حلوه المثاليه دي صح؟ بس في الفلوج دوت هقول لكم ازاي ان انا قدرت ان انا اطور التصوير بتاعي خطوه بخطوه. ايه هي الاخطاء اللي انا كنت بعملها في الجوده والتثبيت والاضاءه؟ الثلاث حاجات دول انا كنت بقع فيهم كتير جدا. هقول لكم دلوقتي عشان انتوا كمان ما تقعوش فيها زي ما انا كنت بقع فيها، وازاي ان انتوا تبتدوا بالامكانيات اللي معاكم دلوقتي لحد ان شاء الله ما ربنا يكرمكم وتجيبوا تليفون كويس او امكانيات بقى تصوير بقى او كاميرات بقى او حاجات كده بقى. فيلا بينا نبتدي الفلوج بتاع النهارده. Let's go. النصيحة الاولى first one، ما تستنوش كاميرا غالية علشان تبدأوا. في ناس كتير قوي مفكرة ان النجاح بكاميرا بعشرات الالاف. غلط. النجاح عمره ما كان بالامكانيات العالية، لكن في الحقيقة الامكانيات نفسها في عين المصور مش في الكاميرا نفسها. لا، اهم حاجة الموهبة، عين المصور، وعين المصور دوت ايه؟ موهبة. فاتعلموا الاول يعني ايه تكوين ويعني ايه اضاءة، واهم حاجة الاضاءة ديت عشان انا هرجع لكم فيها مرة تانية. على فكرة انا ابتديت بتليفون اندرويد وكنت بصور بيه عادي، وتعرفت برضو بيه، تعرفت بتليفون اندرويد. النصيحة التانية نمبر 2، اهم حاجة الاضاءة، اهم من الكاميرا. بصوا هنا احاول ان انا اديكم ايه مثال كده بسيط عشان احاول ان انا ايه ابسط لكم. ايه ده؟ ثواني عشان احاول ان انا ابسط لكم بس الدنيا. دي صورة في دير القديس سمعان. انا فاكرة كويس قوي المكان اللي انا كنت واقفة فيه، المكان ده كان ضلمة، يعني انا كل ما بنزل تحت كده في مدرجات قدام الفتحة ديت، في مدرجات وانا كل ما بنزل تحت بيبقى الدنيا بتبقى ضلمة. يعني انا المكان اللي انا كنت واقفة فيه ضلمة، لكن المكان اللي انا كنت بصوره عشان النور كان في الوش مباشرة، النور دوت كان كله نور، تمام؟ فعشان كده الصورة طلعت ايه؟ منورة مش مضلمة، عكس ما انا قاعدة دلوقتي. انا الاضاءة بتاعتي ورايا، الاضاءة بتاعتي ورا، فعشان كده انا لو طفيت مثلا الكشاف، ان انا مولعة دلوقتي الكشاف بتاع المراية، لو طفيت الكشاف انا هبقى يعني مضلمة، هيبقى لوني غامق. لكن لو انا شغلت الكشاف لوني هيبقى فاتح. ليه؟ عشان الاضاءة مع الاضاءة. فانا مش عاوزة كشافات ولا عاوزة اي حاجة، يبقى انا وشي على طول في الشباك. بس انا مش هعرف ان انا اعمل العملة ديت ان انا مفيش زاوية كويسة غير الزاوية دي بس هنا في الأوضة. هي دي الزاوية الوحيدة اللي كويسة اللي تنفع في التصوير. لازم يكون في قدامي إضاءة، أو إن أنا أصور بالليل دوت هيكون إيه؟ أحط الرينج رايت قدامي أو أولع الكشافات وكده. بس طبعا الإضاءة بالنهار فدي توجع العين، فدي أصعب حاجة بصراحة بالنسبة لي. ودي صورة برضو تانية
من دير القديس برضو سمعان. برضو بصوا المدرجات اهي زي ما انا قلت لكم، والنور اللي هي نور ربنا، النور الطبيعي من السماء. وانا في مكان واقفه ساعتها في مكان ضلمه، يعني مكان ايه ده فين مكان ضلمه شويه. فانا لو عكست الكاميرا وصورت المكان اللي انا كنت واقفه فيه واديت ظهري للاضاءه نفسها، تمام، المكان هيطلع لونه عاتم كده او غامق، او الدنيا ضلمه فيه، فالصوره هتطلع مش حلوه. فلازم ان انتوا لما تيجوا تصوروا لازم تصوروا في مكان لازم قدامكم مباشره الاضاءه عشان الصوره تطلع حلوه. يبقى اهم حاجه في كل الاضاءه، تختاروا مكان يكون مناسب جدا للتصوير، اضاءه الشمس، الاضاءه الطبيعيه اللي هي بتاعت ربنا. الحاجات دي كلها مهمه جدا في التصوير. يا رب يكون الرساله قدرت ان هي توصل لكم بشكل حلو. النصيحه الثالثه نمبر 3، صوروا كتير وما تخافوش من الغلط. صدقوني كل صوره وحشه بتقربكم اكتر من صوره حلوه. يعني انا كل ما كنت بصور صوره وحشه ببقى عاوزه ان انا اطور من نفسي اكتر. والاهم من كل على فكره، اهم من كل التغذيه البصريه. اتفرجوا على اكونتات غربيه كتيره وكبيره فيها ملايين من الفولورز وكده يعني، فاتفرجوا على تصويرهم عامل ازاي، الاضاءه، الزوايا، الحاجات دي كلها. التغذيه البصريه على فكره مهمه جدا 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 جدا، اهم من التعليم واهم من الاونلاين، وحد يقول لكم تعالوا كورسات اونلاين وكلام، ما فيش الكلام ايوه بس اهروش بس، ما فيش الكلام ده. فاهم حاجه في كل التغذيه البشريه التغذيه البصريه اهم مليون مره من التعليم الاونلاين. في ناس كتير قوي ما عندهاش صبر على الغلط والكلام ده كله، فبالتالي وانا في ايه النهارده لساني ماله فبالتالي بتحذف نفسها من اول غلط. يعني لو تغلط تروح حذفه نفسها من المجال. لا، اغلطوا وتعلموا، وقعوا وقوموا وقفوا على رجلكم مره تانية وخليكم اقوياء. السوشيال ميديا عموما لازم الواحد يكون فيها قوي، ان ممكن الواحد يحذف نفسه حتى لو هو انسان بروفيشنال في كل حاجه، وانسان عنده طموح وعنده موهبه وعنده اراده وكل حاجه، الناس مش هتسيبه في حاله. ده مش عارف طمعان، مش عارف ايه ويقعدوا بقى يلقحوا كلام ومش عارف. فلو كل واحد حذف نفسه من اي حاجه، من اقل حاجه، صدقوني مش هينجح في اي حاجه في حياته، ولا السوشيال ميديا ولا غيره. النصيحه الرابعه، خدوا وقتكم كويس جدا قبل ما تضغطوا على زرار التصوير عشان تحددوا الزوايا والاضاءه وكل حاجه. حددوا كل حاجه وركزوا في ادق التفاصيل، وبعد كده دوسوا على الزرار. تاني حاجه طبعا بصوا على الباك جراوند كويس. شوفوا اي حاجه مثلا في الخلفيه كده تكون مشوهه الصوره. ممكن يكون مثلا انا كنت بصور صور كتير قوي، بس كل الصور دي انا حذفتها طبعا ومسحتها مع الاسف. لو كان موجوده والله كنت فرجتكم عليها. كنت ساعات اصور وما خدش بالي ان في مثلا باسكت زباله، اصور والاقي عمود، انا مش عارفه يعني اتفاجئ لما ارجع بقى البيت اتفاجئ بحاجات كده غريبه. ليه؟ ان انا بصور، ممكن اكون بصور بدون تركيز. فالحاجات الصغيره ممكن اكياس شيبسي في الشارع، ميه عادي، الناس ترشه ميه بس مشوهه الصوره على الارض. فحاجات كده بسيطه او حاجات كبيره الواحد ما بياخدش باله منها غير بعدين. فحاولوا ان انتوا تركزوا كويس جدا 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 علشان ما تندموش. ان في بيبقى حاجات حلوه جدا، صور حلوه انا شايفه ان هي حلوه، وبعد كده اتفاجئ اني لا، عشان حاجه صغيره وحاجه تافهه ما ينفعش ان انا انزلها بالمنظر ده، مشوهه الصوره. ما ينفعش ان انا انزلها عشان خاطر كيس شيبسي، عشان شويه ميه في الارض كده يعني. فحاولوا ان انتوا تاخدوا بالكم جدا 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 من باك جراوند، وحاولوا ان انتوا تاخدوا بالكم جدا جدا من الحاجات اللي تشوه الصور، كيس شيبسي، ميه، عمود كده يعني. حاجات كده بسيطه بس بتدمر الدنيا في الصوره. ده انا بتكلم دلوقتي على الصور، والفلوج بس عن الصور.
هنعمل بقى فلوج تاني ان شاء الله لو عجبكم، بس عن ايه؟ عن الريلز. النصيحة الخامسة، اتعلموا من المصورين التانيين، بس حاولوا ان انتوا ما تقلدهمش. ان هما لو حد قلد اي حد بشكل كربون كده هيزعل، الشخص التاني هيزعل، طبعا هيزعل علشان ده شغله، علشان ده تفكيره، دي حياته. لكن شوفوا شغل الناس التانيين واستفيدوا منهم، زي اللي انا قلت لكم عليها، مش عارفه النصيحه التانية او التالتة تقريبا، ان انتوا تعملوا تغذيه بصريه. التغذيه البصريه مهمه جدا 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 بالنسبه لاي مصور او بالنسبه لصانع محتوى حقيقي. صانع محتوى حقيقي التغذيه البصريه مهمه جدا. صانع المحتوى دوت يعني معناه ان هو بيصنع محتوى من حاجه، مثلا من اغنيه او اي حاجه بيعمل منها ريلز، بيعمل منها حاجه، او من مكان مثلا زي الصوره اللي انا وريتها لكم ديت، عباره عن يعني دير القديس سمعان ديت، يعني احجار كده جنب بعض شبيهه، طبعا عشان ما حدش ان هو يزعل مني ولا اي حاجه، بس هي شبيهه لمغاره، تحس ان هي مغاره كده. فانا من احجار حولتها لصوره حلوه، خليت الناس كلها تتكلم على الصوره ديت، تقول دي صوره عالميه. يعني بجد والله العظيم عجبت مصورين كتيره جدا. فالواحد لازم ان هو يعمل حاجه منه لنفسه، يحول حاجه من ولا شيء يعمل منها شيء، وده اسمها صناعة محتوى. النصيحة السادسة، احتفظي بكل صورة من صورك. انا عن نفسي بمسح كل الصور، انا نزلتها بمسح، بس بعد كده بندم ان انا ببقى عاوزة ان انا اعمل مثلا ريلز من الصور وفي الاخر ملاقيش. فمؤخرا بقيت احتفظ بيها، لكن كل الحاجات السابقة بتاعتي كلها كنت بمسح وندمت. فانا مش عاوزاكم ان انتوا تندموا زيي. يعني بجد النصيحة ديت مهمة جدا لكل مصور، ان الصورة مش هتتعوض، انتوا مش هتنزلوا المكان ده مرة تانية، انتوا عاوزين ان انتوا تنزلوا مكان تاني وتالت ورابع، وتنزلوا اماكن جديدة واماكن كتيرة. فالصورة لو اتمسحت او الفيديو لو اتمسح مش هيتعوض مرة تانية، والواحد ما عندوش استعداد ان هو ينزل مرة تانية للمكان ده. فحاولوا ان انتوا تعملوا نسخة احتياطية عندكم، مثلا على اللابتوب تجيبوا هارد خارجي، يعني تصرفوا عندكم موبايل تاني نقلوا عن موبايل تاني، شوفوا بقى يعني تصرفوا في حاجة زي كده، بس حاولوا ان انتوا يكون عندكم نسخة احتياطية لكل حاجة انتوا بتعملوها، سواء فيديو او صورة او ايا كان يكون. واخيرا وليس اخرا، النصيحة السابعة، اصبروا على نفسكم. اي حاجة في الدنيا، في حياتنا كلها او في دنيتنا كلها، عاوزة صبر. مفيش اي حد بيتولد ناجح، مفيش حد بيتولد واقف على رجله، اللي بيتعب وبيعافر في الدنيا وربنا هو اللي بيكرمه. كل واحد بيسعى، السعي اللي ربنا امرنا بيه اهم من اي حاجة تانية في الدنيا. زي ما ربنا سبحانه وتعالى امر ستنا مريم ان هي تهز بالشجرة او بالنخلة فتتساقط عليها رطبا فتاكل منها وتغذي نفسها، ان هي كانت لسه والدة. فهي كل اللي عملته ان هي بس خبطت كده النخلة فوقع منها تمر، كلت منه وغذت نفسها علشان تغذي سيدنا عيسى عليه السلام. فهي سعت وعملت اللي عليها واللي ربنا امرها بيه. احنا برضو ربنا امرنا بالسعي، ربنا قال اسعى، احنا برضو نسعى ونصبر، والنتيجة ديت بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. فالموضوع كله عاوز صبر وعاوز طولة بال، ومحدش ييأس ابدا، ومحدش يحاول ان هو مثلا يتأثر بأي حد تاني بالعوامل الخارجية. حطوا كلام الناس دوت يعني تراب وامشوا عليه، ولا يفرق معاكم. بصوا لنفسكم، بصوا لقدام، بصوا لمستقبلكم، بصوا لحياتكم وبس. كل المصورين وكل الناس الناجحة عموما، سواء مصورين او غير مصورين، كلهم ما اتولدوش ناجحين، كلهم بدأوا من الصفر، كانوا بيغلطوا وكانوا بيقعوا وكانوا يقفوا على رجليهم لحد ما ربنا سبحانه وتعالى امر ان هم يقفوا على رجليهم. فاستنوا امر ربنا سبحانه وتعالى. The end.
لو انت او انتي مصورين مبتدئين، قولوا لي في التعليقات ايه اكتر حاجه انتوا عاوزيني ان انا اقولها، وانا ممكن ان انا اعمل فيديو مخصوص ليكم. ممكن تكون في حاجه واقعه مني معينه فانا مش واخده بالي منها. السبع نصايح اللي انا قلتها ديت يعني بقولها في مجال خبرتي انا، اللي انا وقعت فيهم، الحاجات اللي انا وقعت فيها. ممكن تكون في حاجات اكتر من كده، حد وقع تاني في اخطاء تانية، فقولوا لي عليها ونتعلم من بعض. وممكن ان انا اعمل لكم فيديو خاص ليكم انتوا. لو عاوزيني ان انا اعمل لكم جزء تاني من الفلوج دوت بس في الريلز، مش البوست المره دي، البوست يعني صور مش البوست، اعمل لكم جزء تاني في الريلز، قولوا لي وانا اعمل لكم جزء تاني واقول لكم ايه الاخطاء برضو اللي انا وقعت فيها علشان انتوا ما تقعوش فيها. يلا اشوفكم في فلوج جديد. ده الفلوج بتاعنا بتاع النهارده. يلا باي باي.